أخيرا قرارات رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن بعد 3 أشهر من أعمال التخريب والانفلات للأمن بفرنسا بسبب قتل الشاب نائر رحمه الله. 750 أورو عقوبة مالية للأسر، السجن لمدة 2 عام أو العمل لصالح العام مستقبلا مكان أبنائهم القاصرين. 10 أيام تفصلون عن بداية مناقشة ودراسة قانون الهجرة، ووزير الداخلية ضغمنا يحاول الحصول على المساندة. ماذا كانت طريقته اليوم؟ وكالة لاسيغونس شوماج تعرف فائض بعد 11 سنة من الخسارة. لماذا هذا الفائض؟ وماذا كان تصريح الحكومة بعد هذا الخبر السار؟ كل هذه العناوين إخواني أخواتي والمستجدات أوضحها لكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أنتم على قناة خواطر فرنسية، ومعكم أخوكم عبد الله. حفظنا وحفظكم الرحمن من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني أخواتي، فتابعوني إلى آخر هذا الفيديو للاستفادة. فإن أعجبكم المحتوى لا تبخلوا علي بلايك والاشتراك معي في القناة، ولم لا نشر هذا الفيديو لتكون الفائدة عامة، وبارك الله فيكم جميعا. إخواني أخواتي، وفاة الشاب نائر رحمه الله شهر جوان الماضي، التي نتجت عنها أعمال عنف وتخريب في عدة مدن فرنسية من طرف الشباب للتعبير عن غضبهم إزاء الشرطة والحكومة. فمنذ ذلك الوقت و500 رئيس بلدية بفرنسا الذين عرفت مدنهم خراب وحرق لمؤسسات حكومية وأعمال عنف في انتظار تصريحات رئيسة الحكومة إليزابيث بورن عن القرارات والإجراءات التي سيتم تفعيلها وتطبيقها لاجتناب مثل تلك الأعمال الغير مقبولة. أخيرا إخواني أخواتي، هذه العشية رئيسة الحكومة إليزابيث بورن بعد مدة تفكير دامت 3 أشهر قامت بعدة تصريحات رسمية بخصوص تطبيق العدالة تجاه القاصرين لمينور. فهي بدأت الإشارة إلى إيقاف شبكات التواصل الاجتماعي في حالة اندلاع مثل تلك الأعمال العنيفة التي عرفتها فرنسا شهر جوان الماضي. أيضا الحكومة تريد رفع قيمة العقوبات على أولياء القاصرين في حالة عدم احترامهم لحظر التجول لو كوفغ فو. فرئيسة الحكومة أكدت أن قيمة العقوبة المالية قد تصل إلى 750 أورو في حالة عدم احترام ذلك لأبناء الأسر التي لا تحترم ذلك وتترك أبنائها القاصرين خارج المنزل بعد بداية حظر التجول. فالحكومة تريد إخواني أخواتي الإسراع بفرض عقوبة مالية بسرعة دون انتظار تماطل المسطرة القانونية بفرنسا. وفي حالة أن أولياء القاصرين الذين لا يستطيعون فرض سيطرتهم على أبنائهم فقد تصل العقوبة إلى 2 عام سجن للوالدين و30,000 أورو كعقوبة مالية في حالة ارتكاب الابن أو الأبناء القاصرين لأعمال التخريب. كما أن الحكومة تريد إضافة عقوبة أخرى وهي العمل لصالح العام، يعني دي ترافو دانتيغي جينيرال. وفي بعض الأحيان إن حكمت المحكمة على القاصر فأولياء الطفل ملزمان بمتابعة تكوين حول المواطنة، يعني information sur la citoyenneté، وذلك لإلغاء تطبيق الحكم على الابن. وللموضوع بقية إخواني أخواتي، فالحكومة تريد طبعا تغيير الوجه المتساهل إلى وجه آخر وهو الصرامة في سياستها، سواء بخصوص الهجرة أو أعمال التخريب كما وقع شهر جوان الماضي. أما الموضوع الثاني والشائك، 10 أيام قبل بداية مناقشته ودراسته في مجلس الشيوخ لو سينا وهو قانون الهجرة، ما زال إخواني أخواتي وزير الداخلية ضغمنا بصدد محاولة مغازلة حزب اليمين للوقوف بجانبه ومساندته لتفعيل وتطبيق هذا القانون
طبعا بعد التصويت عليه بالبرلمان نهاية شهر ديسمبر المقبل. فاليوم ضغمنا إخواني أخواتي دعا جميع النواب في مجلس الشيوخ على مأدبة غداء كل من سيعمل ويدرس قانون الهجرة بداية من 6 من شهر نوفمبر المقبل. فبعض النواب من حزب اليمين بعد هذه المأدبة رأوا هذه الدعوة كعملية لمغازلتهم لإقناعهم بالتصويت على هذا القانون، وتابعوا قولهم أن دراسة القانون لن تكون على مائدة طبعا مأدبة غداء، ولكن دراسة هذا القانون ستكون داخل مجلس الشيوخ والبرلمان الفرنسي. فإخواني أخواتي، موضوع الهجرة كان دائما محور النقاش في فرنسا، فالحكومة مجبرة على الانزلاق مؤخرا إلى حزب اليمين المتطرف في سياساتها، لأنها تجري وراء أصوات حزب اليمين في البرلمان لتفعيل قانون الهجرة، لكن حزب اليمين يريد نهج سياسة حزب اليمين المتطرف بخصوص قوانين الهجرة، حيث أنه يرفض تسوية العمال الأجانب، يعني بند رقم 3، ويريد إضافة العديد من التجديدات لخنق المهاجرين بإجراءات صعبة وشبه مستحيلة. وللأسف حزب اليمين المتطرف بدأ يربح أصوات جديدة للفرنسيين بخصوص الهجرة والأجانب. والدليل على ذلك إخواني أخواتي أن العنصرية مارين لو بين وصلت مرتين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سنة 2017 وسنة 2022 أمام ماكرون. للعلم إخواني أخواتي، سنة 1974 حزب اليمين المتطرف حصل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على فقط 0.7%، وسنة 2022 وصلت نسبة التصويت لحزب اليمين المتطرف إلى 41%. فحسب استطلاع للرأي العام أن sondage أن لو كانت مثلا الانتخابات الرئاسية ستنظم الأحد المقبل، خاصة في هذه الظرفية التي نعيشها، فمارين لو بين هي التي سوف تفوز أمام ماكرون. وأخيرا إخواني أخواتي، بخصوص سياسة الحكومة تجاه العاطلين، فوكالة لاسيغونس شوماج، الوكالة التي تدفع المستحقات للعاطلين المسجلين في وكالة بول أمبلوا للسنة الثانية، هذه الوكالة تعرف فائض النكسيدون وتجد نفسها تحصل على فائض قيمته 3.8 مليار أورو إخواني أخواتي. فالسنة الماضية أيضا الوكالة عرفت فائض النكسيدون، فهي لم تعرف هذه الوضعية المادية منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2021، يعني 12 سنة. وحسب التخمينات أن هذا الفائض سيصل إلى 8.6 مليار أورو سنة 2025، وفي فترة 3 سنوات يعني 2022 وسنة 2023 وسنة 2024 الفائض سيصل إلى 17 مليار أورو، وهذا طبعا بفضل سياسة الحكومة والتعديلات التي قامت بها للتشديد على العاطلين وإضافة شروط جديدة للاستفادة من مستحقات لوشوماج. فحسب الحكومة أن هذا الفائض هو نتيجة انخفاض عدد العاطلين، لأن بذلك التعديل الحكومة أجبرت العاطلين على البحث عن عمل، لأن الاستفادة من لوشوماج مع التعديل الأخير غير إيجابي وغير مربح للعاطل. قيمة المستحقات قلت، وأيضا فترة الاستفادة انخفضت، والعاطل أصبح مجبر على البحث عن عمل عوض المكوث كعاطل أو في البطالة.
فالحكومة إخواني أخواتي رحبت بهذا الفائض، حيث أعلنت أنها ستحاول تسديد ديون الدولة الفرنسية. إخواني أخواتي، بهذا القدر أكتفي، أتمنى أنكم استفدتم. إن كانت لكم طبعا تعاليق اتركوها لأسفل هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.